محور الدفاع والكرات العالية، يعاني كثيرا الدفاع. هناك بوجول الذي يحسن الكرات العالية، ولكن هو في حاجة إلى قامة بيكيه، وهو الذي يسيطر في هذه الكرات، وهو اللاعب المرجعي نظرا لقامته. واليوم خاصة في الشوط الثاني بوجود خورخي مولينا وسانتا كروز، فإنهما لاعبان قويان. وهنا يأتي الهدف الأول بالنسبة لشافي في هذا الهدف، وبعد ذلك جاء هذا الهدف المهم بالنسبة لليو ميسي. في دقيقتين سجل الفريق هدفين، وكان الجميع يعتقد أن المباراة كانت قد حسمت، بل كان الأمر مختلف بعد ذلك. بيبي ميل دفع لاعبيه ليلعب بنفس الطريقة مهما كانت النتيجة، ولذلك بيتيس لعب بنفس الطريقة وخرج بنتيجة وحقق هدفين. كان هناك نوع من الحظ من سالفا سيفيا لخورخي مولينا، وروبين كاسترو وصل إلى المنطقة وكان حذقا ودفع الكرة إلى الشباك. باعتقاد بيتيس كانت أتيحت أمامه فرصتان، وبالتالي كان يستحق هذا الهدف، ولأنه لم يغير في طريقة أدائه كان يستحق أيضا التعادل الذي جاء في هذه اللقطة. هذا الهدف المميز كانت هناك سرعة من روبين كاسترو وتفوق على بوجول، روكي سانتا كروز عرف كيف ينهي اللقطة، هو الذي بدأ فيها، وروبين كاسترو وصل مع لمح برشلونة كان يعاني، لكن بعد الطرد جاء هذا الهدف من أليكسيس الذي كان بطبيعة الحال قد عقد المأمورية. قبل ذلك الفريق كان في حاجة إلى نوع من الحظ، خاصة عندما تلعب أمام برشلونة أو ريال مدريد، الفريقان القويان، ولكن حتى وإن تقوم بكل الواجبات إلا أنك في حاجة إلى المزيد من الحظ، وهو ما غاب عن هذا الفريق. 6 أهداف، إذا متعة في هذه المباراة الختامية للجولة 19. كانت فيها بدائل هذه المباراة، ولاعبو برشلونة يسعدون، خاصة أنها كانت صعبة. كانت هناك 4 أهداف لبرشلونة، 2 لبيتيس، ولكن برشلونة وجد مباراة قوية أكثر مما كنا نعتقد، خاصة